يوم مشمس انتهى بغيوم من الحزن. هؤلاء الأشخاص كانوا يشاهدون عرضا لأحد أشهر فرق السيرك في الولايات المتحدة عندما تحول العرض الهوائي إلى كارثة. هذه المجموعة من لاعبات الأكروبات كن يتعلقن من شعورهن عندما انهارت كتلة حديدية كانت تربطهن من سقف السيرك، وسقطت اللاعبات من ارتفاع 10 أمتار على الأرض. أصيب نحو 20 شخصا في انهيار جزء من السقف على أرضية المسرح. 9 منهم حالتهم خطيرة، لكن إصابتهم لا تهدد حياتهم. يعانون من كسور في العظام. الحادث وقع بينما كان المسرح يكتظ بالمشاهدين. في البداية ظننا أن هذا جزء من العرض. كنت خائفة بعد سقوطهن، فقد كان هناك رجل والدم ينزف من رأسه، والفتيات بعضهن فقدن الوعي والأخريات كن يصرخن. هذا العرض يجري مرات عدة كل أسبوع منذ يناير الماضي دون حوادث، لكن الشركة المالكة للسيرك تجري تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث.